المنتخب العماني لا يتأخر في التسجيل، لا يتأخر في الوصول إلى شباك المنتخب اليمني. هدف أول يأتي للمنتخب العماني، ركلة جزاء تأتي للمنتخب اليمني. مخيني المطري عبد الواسع المطري وسط الأمطار يعيد اليمن من أمام عمان، يعيد اليمن من أمام عمان. عبد الواسع على إثر عبد الواسع المطري ليأتي بعد ذلك ومن خلال نقطة الجزاء بهدف التعديل للمنتخب اليمني. هدف مقابل بمياه الأمطار من خلال لحظات هذه المواجهة والمحاولة والتسديد. عمر الداحي يأتي بهدف للمنتخب اليمني. شوف الداحي قوية زاحفة تعانق مرمى المخيري. هذا هدف بهذه الروعة، بهذه وجود ركلة جزاء، ولذلك يأمر بتنفيذ الكرة الثابتة، الركلة الحرة المباشرة وكرة نفذت وكرة جول 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 جول. اجتازت ومرت وبعد ذلك عبرت وجاء المنتخب العماني بالتعادل. علي عباس ما سيطر على كرته، ساك بها هكذا من أرشد العلوي يأتي بالتعديل للمنتخب العماني. مرت وعدت واجتازت، نام في اللقطة الماضية، مرت وعبرت. علي عباس هنا لإعادة للكرة، مرت بعدها جاءت في الشباك والمرمى. نعم أنها اجتازت ومرت. شوف علي عباس بعد أن جاء الهدف طالب بالتغيير وكأنه يقول لا أستطيع أن أكمل اللقاء. العماني أو لدى المنتخب اليمني هنا لدينا كرة وتوغل وبعد ذلك محاولة لكرة عالية. الشعار سيفين والخنجر عمانية، الشعار سيفين والخنجر عمانية، وعن طريق عصام الصبحي يتقدمون. شوف الكرة الماضية العارضة وبعد ذلك أقلع طار عصام الصبحي ووضع الكرة في شباك ومرمى المنتخب اليمني. العمانيين يعودوا للتقدم مرة أخرى، يعودوا للتقدم ومع بداية شوط اللقاء الثاني. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.